بعد الضربات الجوية التي نفذها سرب طائرات مغربية من نوع الاف 16، جبهة البوليساريو ترفع السلاح وتتوعد برد ساحق حسب تعبيرهم. توعد مسؤولون في جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الجيش المغربي بتوسيع رقعة المعارك إلى ما وراء الجدار العازل بعد القصف المغربي الأخير الذي دك حصون الجبهة الوهمية ودمر مستودعات الأسلحة الخاصة بها. وأشارت جبهة تندوف أن الجيش الصحراوي على أتم الاستعداد لتحرير جميع الأراضي الصحراوية المحتلة حسب زعمهم ونيل الاستقلال، داعيا الشركات التجارية والاستثمارية إلى الابتعاد عن الاستثمار في الصحراء المغربية لأنها منطقة حرب وسيستهدفها مقاتل الجبهة الوهمية بالصواريخ الجزائرية التي سبق وقدمها لهم شنقريعة قبل أشهر قليلة ماضية، وهي صواريخ سوفيتية متهالكة. ونقلت مصادر إعلامية مقربة من البوليساريو عن مسؤول في الجبهة أن هذه الأخيرة قد نشرت صواريخ أرض جو بعيدة المدى قرب الجدار العازل في الصحراء. ووفق المصدر ذاته فإن هذا القرار تم اتخاذه بعد نقاش طويل بين قيادي البوليساريو الذين اتفقوا على التصعيد ضد المغرب وحول ما إذا كانت هذه الصواريخ إذانا بالعودة إلى حمل السلاح ضد المملكة. ذكر مسؤول في الجبهة لشبكة ضمير المقربة من البوليساريو أن هذا الإجراء يهدف إلى المقام الأول إلى إثبات أن قوة ما أسماه بالجيش الشعبي لتحرير الصحراء جاهز للقتال بشكل كامل، وأنه يستطيع حماية المجال الجوي الصحراوي حسب تعبيره. وتابع المسؤول ذاته في هذا الصدد أن الجبهة تشجب مرور طائرات أجنبية، محذرا شركة الطيران التجارية التي ادعى أنها اخترقت المجال الجوي الصحراوي، إضافة إلى تهديده للطائرات الحربية المغربية التي توعدوا بإسقاطها بالصواريخ التي يعتقد أنها صواريخ باليستية جزائرية. وأكدت وسائل الإعلام قريبة من تنظيم البوليساريو الإرهابي أن أي مفاوضات قد تحدث مع المغرب يجب أن تكون مصحوبة بضمانات دولية، لأن المغرب حسب تعبيرهم لا يمكن الوثوق به. ولم يقف أبواق التنظيم الانفصالي عند هذا الحد، بل أضافوا أيضا أن هجمات مرتزقة البوليساريو تخلف ضحايا يوميا وراء الجدار العازل، مشيرين أن هناك إصابات وأنباء عن دفن قتلى من الجنود المغاربة وراء الجدار الرملي.